للأسف الشديد تعادل بطعم الخيبة. المغرب هدف ومالي هدف. مباراة كشفت أكثر مما أخفت. منتخب عاش طويلا على سلسلة انتصارات، لكن اليوم أول اختبار حقيقي سقط فيه القناع. المشكل اسمه وليد الركراكي. اختيارات عاطفية، عناد غير مفهوم، وقراءة متأخرة للمباراة. الغريب تغيير لاعبين قدموا شوطا أولا مذهلا وجيدا دون أي مبرر تكتيكي واضح. مرة أخرى التغييرات بلا تأثير. عندما يكون المنتخب متأخرا أو محتاجا لرد فعل، الركراكي يبدو تائها. لا خطة بديلة، لا جرأة، فقط إصرار على نفس الأسماء ونفس الأفكار حتى الفشل. واضح أن هاجس سلسلة الانتصارات كان أهم من تطوير الأداء أو تصحيح الأخطاء. النتيجة أداء باهت، منتخب بلا روح في الشوط الثاني. الحمد لله أنها انتهت سلسلة الانتصارات الآن، لأن وقت الجد قد بدأ، ومن لا يتعلم من هذا التعادل سيدفع الثمن لاحقا، والثمن سيكون غالي جدا.